السلام عليكم. النهارده فيديو جديد. قبل ما نقول لكم فكره الفيديو النهارده لازم تنزلوا تعملوا اشتراك لو انتم مش مشتركين، عشان خلاص داخلين على 20000 سبسكرايب، وتعملوا لايك للفيديو. فكره فيديو النهارده ان احنا هنعمل اكبر طياره في العالم، هننزل نجيب حاجتها كلها. اكبر طياره قوي يعني، طياره كبيره يعني ويتش. هننزل نجيب حاجتها كلها وهنوريكم واحنا بنجيب الحاجه، وهنصور على قد ما نقدر عشان الدنيا ليل. النهارده الساعه دلوقتي 9 8 فعلى حسب يعني هنعرف نصور ولا مش هنعرف نصور. قبل اي حاجه هتنزلوا تعملوا فولو لاكونتات الانستا وتشتركوا في القناه، لايك للفيديو. احنا بنلم اللايكات قبل ما نبدا الفيديو. احنا عاملين الفيديو ده عشان نعلمكم ازاي تعملوا الطيارات. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل لايكات لا اعمل فولو لاكونتات الانستا يا جدعان. والله ما بنعلق، والله ما لو حطيت قطع هتعلق. دلوقتي يا جدعان احنا هنروح نشتري بقى الحاجات اللي هنعمله بقى الطياره. ايه؟ عملتوا ايه؟ دلوقتي يا جدعان احنا هننزلوا نشتري الحاجات اللي هنعمله بقى الطياره. هو يا جدعان دلوقتي احنا جبنا البوس وجبنا الحاجه كلها، هنروح بقى على بيت البسكه عشان نعملوا كل حاجه هناك. طب يا جدعان كده احنا جبنا الحاجه كلها وجينا هنبتدوا نعملوا الطياره، وفريسكا هو اللي هيعرفكم كل حاجه. طب يا جدعان بس قبل ما نبدا اي حاجه نسيت اقول لكم مين اللي بيصور ورا الكاميرا. مصطفى. ونعملوا طياره كبيره دلوقتي وتتفرجوا عليها. بس على الرجاله بقى هنلبس عليكم. دلوقتي يا جدعان فريسكا هيوريكم كل حاجه من اول لما تشتروا البوس لغايه لما الطياره تتقفل. تمام كده احنا جبنا البوس وجبنا هنا الخيط ده اللي هنطير بيه الطياره، ملوش لازمه دلوقتي. ودي الكياس اللي احنا هنحطها على الطياره، ودي ده الخيط اللي احنا هنعمل بيه دي الكياس دي هيبقى الطياره هتبقى لونين داخلين في بعض. وده الخيط اللي احنا هنعمل بيه الديل عشان الرفيع. دي بقى اللي هو ايه الشراشيب والشغله اللي بتبقى في الطياره. والخيط ده احنا هنقص بيه الطياره، للي ما يعرفش يعني ايه نقص بيه الطياره، هنمسك بيه الطياره بمعنى اصح. والكياس دي كياس هنعمل بيها الديل. نبدا كده مع بعض. اول حاجه هنعملها ان احنا هنقص البوس على حجم الطياره اللي احنا عايزينها. هتابع بقى معاكم خطوه بخطوه من اول ما نقص البوس لغايه لما كل حاجه تخلص. طبعا يا جدعان المفروض ان الحاجه دي بتتقسم منشار، بس ايه عشان مفيش منشار دلوقتي وبتاع والوقت ضيق، الساعه 12 بالليل دلوقتي، فاحنا ايه بنتصرف نفسنا يعني. بصوا يا جدعان دي اول بوصه اتقصت، ده اللي هيبقى طول الطياره، ده هيبقى حجم الطياره بالطول. هتضغط على وسطي وعلى وسطك وعلى وسط فارس. ايوه يا ابني دي طياره انت ما بتهونش. يعني ممكن تسحب واحد وتطير وتطلع بيه؟ ده لو واحد اللي بيطيرها لوحده. عيل صغير وقع من الدور الخامس من يومين. دي مشكله. يعني لو انا طيرتها هتطير بيا؟ احتمال. احتمال اللي انت ما عرفتش تبلوك والله. لو احتمال ضعيف عشان عالي، ممكن انا ماشي. طبعا يا جدعان الفلوج ده كله عشان بس نعلمكم ازاي، لو حد ما بيعرفش يعمل طياره او كده نعلمكم ازاي تعملوا الطياره. الفلوج اللي بعده او اللي بعده هيبقى نطيروا الطياره بقى، هيبقى فيه تحديات بالطيارات وحاجات تانية يعني.
خلاص عدينا من اول مرحله واللي هي قص البوص كده. ده هيبقى طول الطياره، هو مش باين بس طويله قوي، وده عرض الطياره. ده الطول وده العرض، كل حاجه هتبان في الاخر. بس دي اول مرحله ان انت بتقص البوص على حسب الحجم اللي انت عايزه بقى، مش شرط الحجم ده. وتاني مرحله ان احنا هنقص الطياره، ان احنا هنديها شكلها اللي هو هيبقى شكل الطياره. هو بتاع السداسي ده، صح؟ سداسي؟ لا سباعي؟ ده سداسي. كده يا جدعان دي التقويصه اللي انا كنت لسه بقول لكم عليها، اللي هي بتدي شكل السداسيه ده. تمام كده خلاص، يعني هي قربت تخلص، فاضل بس التاتش النهائي. قست من هنا وقست من هنا. المهم ان هم كلهم يعني زي ما هطلع هنا هطلع هنا، وزي ما هطلع هنا هطلع تحت، زي ما هطلع هنا هطلع هنا، عشان الطياره تيجي مظبوطه. زي ما انتم ما شفتوا خلاص خلصنا اللي هي تاني مرحله اللي هي تقويصها. خلاص بقى ادت شكل الطياره كده. تاني حاجه هنعملها هنحط الكياس. نحط الكياس على الطياره. تابعوا معانا المراحل مرحله عشان لو حد فيكم عايز يعمل طياره يعرف يعملها مظبوطه وتيجي معاه بالظبط. طبعا يا جدعان احنا كان في ايدينا نشتري طياره جاهزه وهتبقى ارخص من كده بكتير واسهل لنا، بس احنا قلنا لازم نجيبها ونعملها قدامكم عشان برضه نعرفكم ايه بتتعمل ازاي وكل حاجه. طب يا جدعان احنا دلوقتي المفروض خلصنا. اتكلم يا عم انا بتكلم يا عم. اتكلم بس ما تفاجئنيش يعني. انا ما عنديش مونتاج الحاجات دي، انا سريع. المهم الطياره دلوقتي خلصت فينش اخر حاجه اللي انتوا شفتوها اللقطه اللي فاتت. بس جينا نقيس الكياس دي لقيناها كياس صغيره على حجم الطياره، لان طبعا دي طياره كبيره قوي. فاهمين؟ بصوا قد ايه؟ المهم فعلي ومصطفى نزلوا يجيبوا اكياس تانية مشمع بقى كبير يكفي الطياره دي كلها. طبعا هيكون عليها رسمه، يكون عليها الفرسان، بس مش لسه الرسمه بتتعمل بس مش هنقول دلوقتي يعني. بس رسمه زي دي بالظبط ونفس وعلامه اليوتيوب وبتاع هتبقى عليها. فهم دلوقتي بيجيبوا الكياس ويجي، فاحنا قلنا ناخد وقت ان نخلصوا الديل بتاع الطياره قبل ما يجوا. فهو دلوقتي الفريسكا بيجي يا جدعان الساعه دلوقتي 12 تقريبا، 12 واحده تقريبا، واحنا قاعدين بنعمل برضو الطياره عشان ننزل لكم الفيديو، عشان ننزل لكم فيديو في ميعاده. احنا حاليا بننزل الفيديو كل يومين 3 كتير قوي. فعايزين دعم على القناه، اشتراكات، لايكات. لو انت مثلا بتتفرج وليك حد تبعك بيتابع ناس على اليوتيوب او كده، ممكن تقول له على القناه لو عجبته تخش يشترك في القناه وتعمل شير للفيديوهات كده. متنساش بس تنزل للقنوات اللي في الوصف اللي محتاجه دعم تعملها دعم، ان احنا ما بننساش الناس اللي ما بتنساناش. تعرف تقولها انت دي؟ ها؟ زي اجنبنا في منور مثلا حاجه زي كده في الرينج ده. انا هطير الطياره ده مش عارف ازاي. احنا والله انا عمري ما طيرت طياره ولا عمري فكرت ان انا اطير طياره، بس هو على كلامه ان الطياره دي هتاخدنا وتجيب. انا هيبقى حلو يعني الفلوج ده، لو عرفنا ننزله صح يا جدعان. في الفلوج هيجي بعد الفلوج ده ما نصور فيه مفاجاه احنا عاملينها لكم، فشير بقى بسرعه على مفاجاه. بصوا مش هتتوقعوها يعني، من غير تفاصيل بقى هتعرفوا المفاجاه في الفلوج بتاع الطياره واحنا بنطيرها. وفي فلوج تاني بطيارات. لو الفيديو ده عجبكم هنعمل فلوج تاني تحديات وكده. لايك للفيديو بس مش تخسر حاجه. لان لو عايزين مقلب فريسكا بالمناسبه السعيده دي وهو قاعد جنبي يعني اكتبوا في التعليقات. اظن مفيش اسهل من كده. مقلب انا في بتاع 50-60 كومنت اعملوا مقلب في فريسكا، اعملوا مقلب في فريسكا. والله انا عامل لهم سكرين كلهم، عامل لكل فيديو يعني كل ايه؟ كل كومنت عامل لكل كومنت سكرين لوحده وشايلوا لي على جنب لحد ما يجي يعمل فيها المقلب. تيجي المفاجاه بقى لان المقلب ده يبقى تقيل. حنية قاضي مشيها بالتراضي بالحكم بلاش تنادي، ده انا جاي في خناقه هي كلمة.
دلوقتي يا جدعان احنا خلصنا شويه يعني البتاع ده فزينا وهم اتاخروا دلوقتي الساعه داخله على 1:30. فاحنا هنعمل تيك توك هنعمل تيك لحد توك ما كده يجي. قدام تيك توك على اليوتيوب. اللي شافني وقال مش فارقه واللي شاف على ايدي الجرأه شوفوا لما بحبه جاي يقول لي كلام مش قده عارف اني نازل له في ارضه يدفع ومالناس. ايه رايكم يا جدعان في التيك توك؟ اسهل تيك توك في التاريخ. يا جدعان على فكره احنا مش بنصطنع الهبل، احنا فعلا مجانين بامانه. لا حقيقه يعني. دلوقتي يا جدعان احنا استنينا امبارح عبال ما علي مصطفى جم، بس كان الوقت اتاخر وما لقوش حد فاتح خالص يجيبوا منه الحاجات المشمع كده. المفروض ان دي بتتحط عليها اكياس تمام، فعشان الطياره طبعا كبيره فمش الكيس مش هيكفي، فاحنا جبنا مشمع فاضطرينا نستنى تاني يوم اللي هو النهارده بقى. المفروض دلوقتي هنكيسوا الطياره، هي لسه ما اتكيستش لغايه دلوقتي، هنكيسها نوريكم كل حاجه. كده يا جدعان احنا خلصنا الطياره خالص مش خالص قوي يعني. لا اللي هي الاكياس الكيسه اللي عليها، وجبنا طبعا كلمه الفرسان وعلامه اليوتيوب. يا جدعان عايزين نشكر يوسف الديزي عند يوسف الديزي وميدو اخوه، الاثنين دول احسن اثنين بيعملوا الحاجات دي في اسكندريه، الرسومات اللي هي رسومات انت عايز تعمل حاجه من اسكندريه يعني، بيعملوا رسومات للطيارات وكده. طب هات تعالى باين احسن. لا وهي واقفه عشان انتوا الاثنين تعملوا مع بعض. تعالى انت بص عشان لو انا ما بحبهاش والله الحقيقه. بقول لك انا ماليش دعوه عشان بقطع الطياره، انا بقطع الطياره لما دخلت عليكم قلت لكم ما بقطعهاش. بتعملوا ايه؟ بصوا يا جدعان كده احنا وصلنا لاخر مرحله خالص، ان احنا بدانا نحط الاشكال دي خالص، فاضل بس الديل والحاجات دي. فدلوقتي هنعلمكم بس ازاي تلزقوا الرسمه، اعملوها على المنظر اللي انتوا عايزينه، بس هنعلمكم ازاي تحطوا الرسمه على الطياره. ده عود بخور يا جدعان عادي مولع اهو، عشان بس يدي حراره ان هو يلسع الكيسه، بس ما يخرمهاش، يلسعها بس. لا امسحها كده واتك. تلبس الطيارة فوق. كده نكون خلصنا الطياره بعد تعب يومين كاملين. كده يا جدعان نكون خلصنا فلوج النهارده، اتمنى يكون الفلوج عجبكم. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه وفولو الاكونتات بتاعت الانستجرام كلها اللي تحت بتوعنا احنا الثلاثه. اتمنى يكون الفلوج عجبكم، استنونا بقى الفلوج الجاي.